مرة في الأسبوع. ده حفيدي فتن عليه بس. طبعا انا بقول ده كمان لانه جهاز الكسب غير المشروع، حتى اعتقد انه سأل محمد الطويل اللي هو الزوج السابق للسيدة انوشكا عن هذه الزيجة، لانه احنا بنسأل لانه في محاولة هنا لاخفاء ثروة وزير الداخلية الاسبق اللي هو حبيب العدلي، بمعنى انه جهاز الكسب غير المشروع يبحث عن زوجاته، لانه التقرير الاجهزه الرقابيه. هي غنيه، عندها فيلا في اثينا على البحر، بيروحوا العيال يصيفوا هناك احيانا. يعني هي من الاول غنيه، انما طماعه، يعني غنيه وعايزه فلوس زياده. يعني هي عندها فلوس يعني. عندها، لا مش ما عندهاش، لا عندها. وانت قلتي مره انه الفنانه نبيلة عبيد قالت لك نبيلة عبيد كانت عندي ايام ما هي جوزت وزير الداخليه، قالت لي ازاي تتجوز وزير الداخليه؟ لقيته فين ده؟ قلت لها لقيته في نادي الجزيره بيلعب تنس. هي طبعا نبيلة عبيد بتبوس ايديها وش وظهر انها ما اتجوزتوش هي. هي كانت عايزه تتجوزه؟ ايوه. يعني هي قالت لك ازاي انوشكا الجربانه الالمانيه دي تتجوز وزير الداخليه، انما دلوقتي نبيلة دي بتبوس ايديها وش وظهر بتقول الحمد لله. كانت هتبقى في القفص دلوقتي. ايوه متهمه. ايوه. طيب بس انت من خلال انت بتقولي عاشت معاكي سنتين. يعني هي الان متهمه باخفاء ثروه وزير الداخليه الاسبق اللواء حبيب العدلي. من خلال معرفتك بيها هل يمكن ان تفعل ذلك هي؟ ما اقدرش اقول لك، هي طماعه حقيقه. يعني هي قعدت عندي عشان تتجوز محمد وتاخد الجنسيه المصريه باختصار كده. طيب لكن هل استخدمت وزير الداخليه نفوذ وزير الداخليه الاسبق ضد محمد اذا كان في خلافات؟ لا عندي انا ما اجيبش سيرته ابدا. الواد امين هو اللي بيفتن بس. ده بيقول لك احنا عندنا 3 عساكر حراس و3 عساكر خدامين في الفيلا. عمل لها الفيلا بتاعت 6 اكتوبر دي. دي ملاصقه لفيلته على طول. ما اعرفش. 3 عساكر بيحرسوها؟ 3 عساكر يحرسوها و3 عساكر خدامين في البيت. ده اللي انا اعرفه. في البيت. طيب يعني احنا يعني هذه شهاده الفنانه الكبيره مريم فخر الدين، وهي شهاده تتعلق بحمايه المال العام، لانه جهاز الكسب غير المشروع وتقارير الاجهزه الرقابيه بتؤكد انه وزير الداخليه الاسبق اللواء حبيب العدلي يحاول اخفاء امواله من خلال زيجته الجديدة مع السيدة الألمانية أنوشكا. السيدة أنوشكا تم استدعائها من قبل جهاز الكسب غير المشروع ونفت هذا الزواج، لكن في المقابل في تقرير من الأجهزة الرقابية بتؤكد هذا الزواج، وتؤكد أيضا أنه تم إخفاء ثروة وزير الداخلية الأسبق وبعض ممتلكاته التي تم تسجيلها باسم السيدة الألمانية أنوشكا. لكن لو استدعيتك الأجهزة الرقابية يا مدام مريم عشان تسألك عن ده هتدلي بشهادتك يعني؟ مش عارفة، يعني هي حويطة، هي ممكن تاخد فلوس تخبيها في ألمانيا يعني. ما اقدرش اقول لك، جايز، انما ده ما اقدرش اجزم بيه. يعني ممكن تخفي الأموال في ألمانيا محتمل. مدام مريم ألف شكر. ميرسي يا حبيبي. ألف شكر. ألف سلام. الله يخليك. مشاهدينا، لا نخوض في الحياة الخاصة لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي، ولكن القضية تتعلق بغسيل الأموال وبمحاولات الوزير الأسبق لإخفاء أمواله من خلال زيجاته الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين على استعداد للإدلاء بشهادتها أمام جهاز الكسب غير المشروع لتؤكد أن مطلقة ابنها تزوجت من وزير الداخلية الأسبق
وهو ده السؤال اللي بيهم جهاز الكسب غير المشروع. هل أخفى الوزير الأسبق اللواء حبيب العدلي جزءا من أمواله وممتلكاته باسمها؟